هل تشوفين ان دور الجزاع كان نقطة تحول في سيرتك التمثيلية؟ اي، أم جزاع، أو خلينا نقول مشهد أم جزاع هو اللي يمكن خلى صورة ريم الحبيب وقدراتها تبان للمشاهد. لأن للأسف الشديد كتابياً عندنا ضعف رهيب، ما نلمع ونقعد نحاول نطبطب ونعمل مثالية. لا، عندنا مشاكل في النصوص، ما عندنا نصوص جميلة، ما عندنا أحد فاهم في ستركشر النصوص، عندنا مشاكل. وهذا الدليل أن الأعشى نجح لأن كان في تدخل أجنبي، فما عندنا نصوص قوية. لكن أنا سعيدة جداً أنه لما تأخذ النص حق الأعشى وتحول وتسعود بطريقة جميلة بعد الستركتشرينج اللي سووه الأتراك في آيابم. مين اللي خذته الملكة منال العويبيل، وإحنا نبغى ناس مثل منال. فلما منال كتبت أم جزاع عطت ريم الحبيب مساحة إنها تطلع أم جزاع بشكل ما نشاف في الدراما السعودية قبل. ما عملته ريم، لأن السكريبت اللي يجيني سطحي، فما حد قادر يشوف وش ريم قادرة تعطي. فلما جاء أم جزاع وجاء المشهد موتها طلعت الإمكانيات، وكلنا، ما أحكي بس عني أنا، كل اللي في المسلسل طلعوا، لأن كان في سكريبت مكتوب صح، كان في ستركتشر، الخطوط الدرامية لكل ممثل صح. لذلك أم جزاع أعتقد أنها هي نقطة تحويل في مسيرة الفنية، لأنه قدرت تبين إمكانيات ريم اللي ما في نصوص أخرى قدرت أنها تطلعها أو تبينها.